سود، عايزين نبقى اكسبلور النهارده. شير بسرعه بقى، الفيديو ما نزلش على التيك توك، تيك توك ما نزليش الفيديو ما نزليش الفيديو اللي نزل على الفيسبوك واليوتيوب ما نزليش على التيك توك. عايزه كله يعمل شير ونعمل تكبيس على قد ما نقدر، عشان احنا النهارده قاعدين مع بعض، عشان ممكن نشوف في ايه النهارده. تكبيس وشير. انا عايزه 100,000 لايك، 100,000 لايك نبقى اكسبلور، 100,000 لايك نبقى اكسبلور، 100,000 لايك نبقى اكسبلور. استنوا بقى اما اقفل كل الجستات، عشان النهارده مفيش جستات. تكبيس وشير. عايزه نعمل شير على قد ما نقدر، وتكبيس من نار، تكبيس من نار، عشان اقول لكم انا فين وبعمل ايه والمكان اللي انا فيه. تكبيس وشير، تكبيس وشير. عايزه تكبيس وشير يا اسود، تكبيس وشير. مكان مخيف، انتوا لسه ما شفتوش حاجه عشان تشوفوا المكان مخيف. اصلا الدنيا ضلمه جدا، بس الشبكه قريب. بصوا انتوا مهما وريتكم مش هتشوفوا حاجه يعني. في هنا مش عارفه انتوا شايفين حاجه ولا لا، بس اوكي. انا عايزه تكبيس، لا انا عايزه تكبيس عشان ابتدي وما احكيش 100 مره ولا اقول لكم انا بعمل ايه ولا فين. انا عايزه تكبيس بقى، لا عايزه تكبيس من نار. في صدى صوت، صدى صوت ازاي بقى؟ خرجي وادخلي تاني كده. بقول لكم عايزه نوصل 100,000. اللي انتوا هتشوفوه النهارده ده طبيعه حياتي، ده طبيعه حياتي. بس انا لاول مره هفتح لايف، لان النهارده في تحدي كده. ولو حد خد باله من حاجه بقولولي. تكبيس عشان انا عايزه نبقى اكسبلور. تكبيس 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 تكبيس. تكبيس تكبيس تكبيس. انتي فين؟ هقول لكم كل حاجه، بس عايزه تكبيس عالي وشير. انا لا، العدد ده مش هينفع. هعيشكم النهارده اجواء معايا. انا بقالي زمن ما عملتش كده، ما صورتش يعني. ومش حلقه هتعرفوا كل حاجه ليه، انا فين، ايه اللي حواليا، بعمل ايه. عايزين نوصل التكبيس لاعلى عدد. انا مش هخش جولات، بس انا هعيشكم النهارده معايا. يا سلمي مساء الفل، كل اللي دخل مساءكم جميل وهنا وسعاده. بس انا عايزه نعمل تكبيس على قد ما نقدر. عايزه اوصل 100,000 عشان نبتدي الموضوع. انا خايفه بس الشبكه. عايزه اوريكم، بس اعمل لكم كده سويتش اوريكم الوضع اللي انا فيه ايه. يلا رجاله، معانا عربيه كبيره 10 اكياس، عايزين تقسيمه. يبقى 4 4 2. خلوهم 4 3 3 عشان ما نعملش زحمه في الصندوق. فني. بصوا في بقى هنا بيت بيقولوا عليه ان في حكايه ماشي، وفي تحدي النهارده. في تحدي، بقول لكم انا مشغله موسيقى تصويريه، اقفلها احسن. هقول لكم، بس عايزه نعمل شير. الشير مش عاجبني على فكره، الشير مش عاجبني خالص. انا عايزه اعمل لكم سويتش عشان تعرفوا انا فين.
بس انا عايزه تكبيس بجد، مش بهزر. انا عايزه تكبيس. بصوا البيت ده اللي عليه كل المشكله. البيت ده اللي عليه كل المشكله. مفيش حارس عايز يستلم البيت ده، معرفش ليه. انا اعرف دلوقتي الحكايه ليه مش عايزين يستلموا البيوت. ليه محدش عارف يقعد هنا في المكان ده خالص. هنعرف دلوقتي الحكايه ايه وانا بعمل هنا ايه وايه التحدي. بس انا عايزه تكبيس، مش هينفع كده. ممكن حاجه تحصل النهارده، الله اعلى واعلم. انا مش عارفه ليه سامعه صوت، بس انا خايفه الشبكه تقع. قولولي. استنى. بصوا بقى، قولولي اشغل موسيقى رعب وبتاع عشان الحكايه اللي انا هحكيها لكم دي مهمه جدا وحكايه حقيقيه بجد، ولا اقفلها؟ الشبكه وحشه، الشبكه وحشه جدا، عشان كده مش قادره اقوم. بس انا هتوغل انا يعني، مش ناقصه رعب. ما احنا جايين النهارده عشان نترعب لاصحاب القلوب الايه. جماعه انا عايزه تكبيس عشان نوصل يعني، نوصل اكسبلور. انا عايزه تكبيس، عايزه تكبيس. يا بص، انا عايزه تكبيس. التكبيس مش عاجبني ولا الشير. اخلي الصوت انا اللي انتوا سمعتوا الصوت؟ انتوا سمعتوا الصوت ولا لا؟ اقفل الموسيقى احسن؟ اقفل الموسيقى ولا اخليها؟ قولولي بسرعه. انا سمعت حاجه كده زي ما يكون مشيت في الزرع. اخلي الموسيقى؟ خليها. اقفليها. لا قولولي اقفليها ولا خليها. اكتبوا يا خليها يا اقفليها. اعلى كلمه. ايه ده؟ اعلى كلمه بسرعه. قولولي عشان انا عايزه استكشف. اقفليها اقفليها. لا اقفليها، بلاش عشان نسمع. خلاص اوكي. انا سامعه صوت حاجه كده غريبه، عشان نسمع معاكي. طيب بصوا بقى، انا سريعا كده هقول لكم. بس لا، شير. العدد ده مش نافع، العدد ده مش نافع، العدد ده مش نافع. عايزه اقول لكم انا فين وايه اللي بيجرى. بقول لكم ايه، انا متلجه، انا اطرافي مش حاسه بيها. شير. انا اول مره هفتح لايف وانا في مكان فيه تحدي او مكان استكشافي. المعاينه حتى النهارده. في حد وراكي؟ في. استنوا، ده اللي ورايا. عايزه اقول لكم انا فين. لا مش عاجبني. تكبيس. عايزه اوصل 100,000 وعايزين الشير 100,000. الشير 160 بس. ده انا اول مره افتح لكم لايف. لو ما لقيتش ان النهارده العدد كويس، انا ايه اللي هيخليني افتح لايف؟ وجع دماغ. لا شير عشان ابتدي الحكايه. عايزه شير. عايزه تكبيس. هقول لكم دلوقتي انا شايفه ايه.
طب ممكن نوصل 100,000 عشان اقول لكم انا فين وايه اللي جابني هنا وليه فاتحه لكم لايف وانا في الاجواء دي. ممكن لو سمحتوا. طيب في فيديو انا نزلته بس التيك توك ما نزلهوليش، اللي هو بتاع القرين. مهم جدا ان احنا نشوفه بعد معرفش نزل ولا لا. تكبيس عقبال ما اشوف الفيديو نزل ولا لا. معرفش ليه ما نزلوش، ما نزلش الفيديو، معرفش ليه ما نزلش الفيديو. تيك توك ما نزلش الفيديو، معرفش ليه. أسود عايزين نوصل 100,000 بسرعة، 100,000 عشان أقول لكم أنا فين وابتدي الحكاية. حاسة إن في حاجات كده حواليا. قربنا نوصل 100,000. في حاجة بتتحرك، لأ ده في حركات كتير، بس هنستكشف دلوقتي كل حاجة مع بعض. لأ أنا أول ما فتحت اللايف اللي حصل صوت جامد جدا، أنا مش عارفة انتوا سمعتوه ولا لأ، ولا المزيكا كانت مدارية ولا ايه، مش عارفة. قربنا على 100,000، قربنا على 100,000، والشير واقف، عايزين نوصل 1000 شير. 1000 شير. لا المرة دي مش بلح يا أحمد، هنشوف بلح ولا لأ، ادينا مع بعض وفي تحدي 3 أيام. يا بص الله يسعدك والله. بصوا يا جماعة، البص ولا نسي الرائج ولا نسي التكبيس ولا نسي أي حاجة. عايزين نطلع اكسبلور، مهم جدا ان احنا نطلع اكسبلور. عايش كله بلح والله. طب ما تحلفيش يا حبيبة قلبي، ما تحلفيش، هنشوف النهارده في بلح ولا ما فيش بلح. يعني ما نحترم حالنا يا جماعة، اللي مش عاجبه ما يخرج. انا قاعده معاكم وهنشوف ايه الموضوع بتاع المكان. قبل ما نقول بلح، انتوا خلاص اتعودتوا على كل حاجه هقولها بلح. لا مش كل حاجه بلح، العالم ده مش بلح. بس كل ما يقال عنه في بعض الاكذوبات انا هطلع اقولها لكم، بس بما يرضي الله. المهم، شير 1000، شير 1000. ألف يا أسود. أول حاجة، أنا فين؟ أنا في وادي النطرون. أنا في وادي النطرون، في منطقة في وادي النطرون. بيقال مجمع ناس معينة أنا أعرفها، والناس دي ناس متابعاني. ولما عرفوا ان الناس دي تعرفني على المستوى الشخصي، قالوا له احنا في مكان لا عارفين نبنيه ولا عارفين نبيعه، وحتى الغفير اللي احنا عايزين يجي ويقعد عشان يحرس لنا البيت بالارض اللي حواليه، مفيش واحد بيقعد في المكان ده الا لما بيقعد يقول حاجات غريبة. وكل شخص قاعد هنا من الغفرة اللي جم بيصاب بكارثة، بكارثة من اي نوع. بيقطع جماعة، الصوت بيقطع، الكلام كله ما جاش. طب الصوت كده ايه؟ غريبة قوي. الصوت كده ايه؟ سمعتوا؟ سامعين كده؟ عيدي من الاول. يا نهار ابيض، كل ده ما سمعتوش؟ طب الصوت كده ايه؟ طيب تمام. انا دلوقتي في منطقة وادي النطرون، في مكان في وادي النطرون. سمعتوا حاجة؟ سمعتوا حاجة؟ ما علينا.
في ناس متابعاني هنا على الابليكيشن، يعرفوا ناس تعرفني على المستوى الشخصي. ثواني يا جماعه. مفيش حد، مفيش حد. حاسه ان زي ما يكون كان حد ماشي هنا. حاسه ان حد كان معدي كده. مفيش حد، الحركه سكتت. كل ما باجي اشغل الكشاف والكشاف كان معلق مش عايز يقيد. ما علينا. الناس دي مفيش حاجه والله. انا عايزه اشيل الموبايل بس انتوا هتقولوا لي بيقطع. عايزه احكي لكم بس الحكايه وهنقوم نبص فيه ايه. انا حاسه ان زي ما يكون حد معدي بس فعلا مفيش حد. انا شفت زي خيط عريض. دعواتك لا الله يعزكم. بس اهم حاجه لايكات بالله عليكم. عايزين نوصل النهارده 1,000,000 لايك. تستاهل. انا اطرافي مش حاسه بيها من التلج. الدنيا تلج. انا في صحراء جرداء. بس ده تحدي. الله يسعدك يا احمد. تسلمني. اول حاجه الناس اللي تعرفني شخصيا قالوا له احنا عندنا مكان سامعين عشان بحكي من تاني. عندنا مكان لا حارس بيقعد فيه ولا عارفين نبني البيت ده ولا حد من الحراس بيقعد، وكل ما حارس من الحراس يجيبوه علشان يحرس الأرض أو كشاف. كشاف. الله 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 الله. كشاف بيقفل وبينور لوحده. كل ما بنجيب حارس من الحراس علشان يحرس الأرض ما بيقعدش، بيقعد يقول كلام غريب ولازم تحصل له كارثة، يا إما بيصاب بمرض ملوش علاج. في واحد جاله صرع، واحد فقد النطق، وحد تاني المفروض انه يتشل وبقى عنده جلطة في اللسان، بيتكلم بس ما بيعرفش يفسر الكلام. عارفين انتوا الناس اللي لسانها تقيل؟ بتاع 4 غفرة كل واحد فيهم المفروض ان هو حصل له مشكلة، وكلها مشكلة خاصة بالأعصاب. ده اللي أنا خدت بالي منه. واخدين بالكم معايا؟ حاسة ان في حد بيمشي. أول واحد حكى لهم حكاية غريبة جدا. المفروض ان الحكاية الشخص ده بيحكيها ان هو كان فيه وهو قاعد. ده كان أول يوم. هو قاعد 3 أيام. محدش بيقعد أكتر من 3 أيام، عشان كده أنا قررت ان أنا أطلع 3 أيام. أول واحد قاعد شايف ان في واحدة طلعت له المفروض وقعدت تكلمه. المفروض انها كانت ست كبيرة سنا وكانت عمالة بتعيط. قام جنب البيت. هوريكم المكان. انا عايزة اقوم بس استنى. انا خايفة الشبكة تبوظ عشان هم قالوا لي ايه. استنى اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض انها كانت قاعدة هنا. استنى هعمل لكم سويتش للكاميرا. انا مش عارفة الشبكة موجودة ولا لا. قولولي. شوفوا الشبكة كده موجودة ولا لا. المفروض ان هو جه لقاها كانت قاعدة هنا. المفروض جنب البيت اهو. كانت قاعدة هنا اهوت. ده على حسب اول غفير. مالك يا ست؟ موجودة فين؟ الشبكة كويسة؟ المفروض انها كانت قاعدة هنا. وست كبيرة المفروض في السن، والمفروض انها كانت عمالة بتعيط وقعدت تتكلم معاه وقعدت تشتكيله. طب فين ولادك يا حاجة؟ قعدت تدخله في قصص كده غريبة وعمالة بتحكي له عن أجدادها. مش فاهم كلامها. حابة يفهم كلامها وحابة ما يفهمش كلامها. حابة يفهم كلامها وحابة ما يفهمش كلامها. وإيه ده؟
هو في ظل بس انا مش عارفه الظل ده منين. هو انا حاسه ان في الخيال ده، انا مش عارفه الخيال ده بتاع ايه. سامعين كده؟ فبتتكلم معاه عن الجدود بتاعتها، وعن المفروض ان هي ليها اسلاف، والاسلاف ديت اعمده، والاعمده دول هنا هم اساس المكان. فبيقول لها: حاجه انا مش فاهم منك ولا كلمه، المفروض ان انا اساعدك ازاي؟ والست ديت حابه تعيط 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 وتقعد تقول له كلام. عايزه اقول لكم الكشاف مش عايز يفتح. انا مش عارفه اتكلم كلمتين على بعض. حاسه ان حد بيشتغلني. المهم يعني ادينا قاعدين. بيقطع الكلام كده، بيقطع ولا شغال؟ في حد ورا كتفي فين؟ لا بصوا، ما تخيلوش الخيال ياخدكم، انا بحكي لكم، انا سامعه حركه، بس انا حاسه ان في حد زي ما يكون بيشتغلني يعني. حد من مين بقى، انس ولا جن؟ هنشوف. انس ولا جن اللي بيشتغلنا؟ انا مش عارفه، البتاع كل شمال بيفصل، انا ما قفلتوش. سامعين؟ انا لازم اتك عليه كده، عمال بيفصل أه. الله 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 الله، مش معقول. طب عايزين نركز نقول كلمتين، كله هيبان. المهم وفجأة الست ديت مسكت حاجة زي الماشة كده، المفروض ان هو على حسب كلامه انها من خوص وخيش، يعني بتاعة كده طويلة من خوص وخيش، يعني القماشة شكلها غريب، وطلعتها من جنبها وقامت ضرباه على وشه. المهم الراجل طبعا عمل كده، العصب السابع ده بقى بقه معوج والعصب بتاعه بايظ، والمفروض ان جاله كهرباء زيادة عن المخ، وجاله صرع، وعنده مشكلة في العصب السابع، وعنده مشكلة في الأعصاب. الراجل ده من ساعتها ما بقاش يتكلم، وجاله صرع بشكل غير عادي. ده أول واحد. تاني واحد أقاويل، تاني حارس كان بيشوف طفل صغير عمال بيجري، يقول له: تعالى هنا يا ولا، تعالى هنا يا ولا. يلاقي الواد عمال بيجري، ومرة واحدة بيلاقي كور نار بتجري وراه. ده كلام والله يا جماعة، حقيقة والله، أنا في قلب المكان. أكيد مش هطلع لكم الساعة 12 والدنيا تلج عشان أمثل عليكم، أكيد مش هعمل كده. ركزوا، أنا ما بعملش كده خالص، بس ده تحدي. تاني واحد كان بيشوف طفل صغير، والطفل الصغير ده بيجري، وهو بيجري فيه كور نار بتجري وراه. دي كانت حاجة غريبة جدا. يعني تاني حارس على حسب كلام أصحاب الأرض دي اللي مش عارفين يبنوا البيت ده، على حسب أقاويلهم، إن تاني حارس كان بيقعد وبيشوف طفل بيجري وفي كور نار بتجري وراه. والشخص دوت بقى اللي حصل، اللي أنا قلتلكوا عليه، حصل إنه هو رجليه ما بتمشيش تماما. يعني الراجل دوت راح لدكاترة كتير وقليل، اتشل تماما. تالت واحد بيقال على حسب كلامه برضو، والله لوحدي، على حسب كلامه برضو، ان هو كان بيشوف اسر كتيرة قوي موجودين حوالين البيت، خيم صغيرة بس شكلها عامل زي الكورة. الصوت راح برضو. كور صغيرة، خيم خيم خيم، كور صغيرة المفروض، وعمال بيشوف أسر. الأسر دي فين؟ مش عارف. الأسر دي مين يجي يكلمهم ما يلاقيش الخيمة، يجي يكلمهم ما يلاقيش الخيمة. وده الراجل اللي جات له الجلطة في ايده وفي رجله ولسانه تقيل، عارفين انتوا اللي هو ما بيعرفش يجمع كلمتين على بعض، هو كان كده. طيب
جابوا بيقولوا على حسب كلامهم انهم جابوا شيوخ كتير، وقال ايه شيوخ بتقول لهم طاقة المكان عالية، احنا مش هنقدر على اللي موجودين في المكان، مش هنقدر على اللي موجودين في المكان. دفعوا فلوس، جابوا دبايح وذبحوا هنا كتير جدا على عتبة الابواب زي ما كان بعض الشيوخ بيقولوا لهم. عملوا حاجات كتيرة جدا، وبيقول ان مفيش شيخ من الشيوخ بيقدر يستمر خالص، ده على حسب كلامهم، مع ان انا عارفة ومتأكدة ان شيوخنا الافاضل قد اي حاجة. بس تمام، هل الناس دي اصلا كانت بتجيب شيوخ حقيقية ولا بتجيب دجالين؟ العلم عند الله، ده اللي احنا هنحاول نعرفه. طيب التحدي ايه؟ التحدي ان سارة مش هتقدر تقعد في المكان، والمفروض انه هيسيبها زي ما صاب 3 حراس، وهتمشي وتقول مش جاية زي ما الشيوخ قعدنا نقول لهم تعالوا والشيوخ برضو ما جاتش. طب انا هيجرى لي حاجة ولا اجبرهم حواليا؟ اديني قاعدة اهو معاكم لحد ما تليفوني يفصل، لان انا هنا ولا في كهرباء وانا ماشيه على رجلي. العربيه بتاعتي مش قريبه خالص خالص. انا عشان اطلع اساسا تحسوا ان البيت في جبل زي ما وريت لكم كده. اوري لكم تاني، انا شحناه، المفروض انا شحناه تكبيس. لا بصوا، انا معاكم النهارده بس نكبس شويه على الشاشه، نكبس. لا التكبيس ده مش عاجبني خالص. كل الناس اللي موجوده اظن انا استحق اللي انتوا شايفينه ده طبيعي في حياتي، بس انا اول مره افتح لايف في تحدي من التحديات، ومحدش يسالني ليه فتحت لايف. انا اول مره اخد قرار ان انا افتح لايف في اي معاينه او اي تحدي من التحديات. انا دايما بتحدى بس ورا الكاميرا، المره دي قلت اوكي، طب ما انا اقعد وافتح الكاميرا، ولو في حاجه هي كده هتتقفل لوحدها. لو في اي حاجه كده ولا كده، ولا الكلام حقيقي، ولا حاجه هتزورني، ولا حاجه هتطلع لي، ولا هيصيبني حاجه، يبقى قدامكم. لو انا صابني حاجه اتشليت زي ما بالبعض بيقول، منعت الكلام، هنشوف. بس انا عايزه تكبيس، نوصل 1,000,000 تكبيس. مليون تكبيس يا اسود عشان اوريكم المكان، تحسوا ان انا في جبل، البيت نازل لتحت رغم ان البيت مش مبني. يعني هم عملوا له اساس، حاولوا كذا مره، وبيقول لك ان الاعمده دي طلعت قال ايه بقى، كان في مش عارفه 3 شيوخ بيقروا، وكان في طول ما هم بيصبوا كان في ناس، وكان لسه لازم حد يموت من العمال، قصص كتير كده. ادينا هنشوف اولها من اخرها. بس انا عايزه بعد اذنكم ندوس على شاشه كتير، نوصل 1,000,000 لايك بعد اذنكم، عشان لو التليفون فصل ولا اي حاجه نشد شويه بعد اذنكم. هنشوف هيحصل لي حاجه. وانا سمعت حركه تحس ان في حد معدي جنبي، دي انا حسيتها. اوكي، هنشوف الست الكبيره. طب هنشوف الطفل اللي بيجري وبيطلع نار من رجله. طيب الاسر فين؟ لحد دلوقتي ما شفتش حاجه بعينيا. هنقول الخيالات ديت، ده طبيعي جدا عشان انا الكشاف ضارب في عيني. ندوس على الشاشه كتير. هقول لك تاني، انا هعيد تاني، انا فين؟ انا في وادي النطرون. نشد تكبيس، لو وصلنا 500,000 هعمل لكم، اوريكم المكان اللي انا فيه، اوريكم البيت تاني. وعايزه اخش جوه البيت بس انا خايفه من الشبكه. انا هاخدكم جوه البيت ونخش جوه، هنشوف هيحصل لنا حاجه، هنشوف كائن جوه، هنشوف. كل ما كان حارس بيجي، اول واحد شاف ست كبيره بتعيط وبتزعله، قامت مدياله بخوص على وشه. تاني واحد كان بيشوف طفل بيجري وفي رجليه وراه كور نار. تالت واحد كان بيشوف أسر كاملة في خيم عاملة برضو زي البلورة أو الكورة، خيمة بس عاملة زي الكورة. هل ده هيبقى موجود؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. أنا هخش البيت دلوقتي. أنا لحد دلوقتي ما شفتش حاجة، في حركة في حركة، وده طبيعي، ممكن يكون أصلا حد بيشتغلنا، ده اللي هنكتشفه. مش يمكن واحد يكون بيضحك علينا عشان عايز سارة يشوف سارة هتخاف، هتطلع تجري، هتكمل، هيجرى لها ايه. ده التحدي ما بين الناس اللي كانت متابعاني وعلى علاقة بناس معينة، وانا قبلت التحدي 3 ايام، لاني الغفير اللي بيقعد ما بيكملش 3 ايام، فانا قررت ان انا اكمل ال3 ايام. 3 ايام هطلع من نفس المكان.
النهارده حصل لنا حاجه هنشوف، بكره حصل لنا حاجه هنشوف، بعده حصل لنا حاجه هنشوف. تمام. تكبيس نوصل 500,000 عشان نخش البيت. بلاش ليه، انا قد اي حاجه. هنشوف مع بعض. انا فاتحه لكم لايف، انا دي حياتي على فكره. للناس اللي ما تعرفنيش، ده حياه ساره، بس انا عمري ما فتحت كاميرا. واول مره انزل النهارده، انا ما عينتش، بس انا اول مره انزل النهارده معاكم وقررت افتح اللايف. الشبكه هنا مش لطيفه قوي، بس انا هحاول، يعني الله غالب. نكبس، ندوس على الشاشه، نوصل 500,000 عشان اخش البيت واوريكم الجبل اللي انا فيه. يا رب الكشاف، انا مش عارفه الكشاف ليه بيعلق واضاءته عامله كده مع اني شحناه. هو البيت اهو، هنشوف فيه سلالم جوه، ونشوف دنيته فيها ايه. المكان مقبض، مقبض قولا واحدا. 500,000 500,000 ونخش الرائج. ندخل الرائج، نركز كده. يعني انا عايزاكم انتوا تركزوا في التكبيس والرائج، وسيبوني انا اركز في المكان. خلوني ان انا استاهل اللي انا بعمله ده، عشان لو انتوا ساعدتوني في ده انا ممكن اعمل لكم كده في كل مكان انزله. مش في كله قوي، لان في حاجات ما بتفتحش بسم الله الرحمن الرحيم. الكشاف برضه عمال يعلق، مش عارفه فيه ايه بصراحه. مش عارفه، انا سمعت صوت بس برضه بصيت مفيش حد. 500,000 يا اسود يا سلمي، تسلم. نشد 500,000. 500,000 يا اسود. حاسه ان انا كل ما اجي اتكلم بيحصل حاجه، معرفش ليه. تحسوا ان في كلمه، حركه. يا سلمي الله يسعدك. يلا بينا نخش بقى البيت. يا رب الكاميرا تصمد معانا. اوريكم كنت انا لوحدي ولا معايا حد. هعمل الكاميرا ماشي. حاسه سامعه صوت، سامعه صوت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. استنوا هقلب لكم الكاميرا عشان اوريكم الصوت اللي انا سامعاه. بسم الله الرحمن. فين قلب الكاميرا؟ حاسه ان انا سامعه هنا صوت. الصوت جاي من هنا. الصوت هنا. بصوا ده البيت، هندخل فيه مع بعض. ولو الشبكة حصل فيها حاجة قولولي، الصوت حصل فيه حاجة قولولي. أي حاجة هتبعدني عن البيت ولا هركز فيها. تمام. الصوت عايزين نكبس ونعمل شير 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 شير. بسم الله الرحمن. بسم الله. جو تلج يا جماعة، الجو تلج حرفيا يعني. الست كانت قاعدة هنا. بس الست كانت قاعدة هنا جنب البيت. فعلا مفيش أي حد. مش عارفة ليه حسيت ان زي ما يكون حد. تحسوا ان حد كان واقف هنا. حاجة نورت.
واختفت صح؟ معرفش. اوكي اوكي نطلع. انا اول ما دخلت مفيش ولا حركة حصلت. ولا حركة حصلت، غريبة قوي. جماعة التكبيس ما يوقفش. الله الله الله. حاجة غريبة جدا، اول ما طلعت في سخونية غير عادية مع ان الدنيا تلج. تحسوا ان في سخونية فوق راسي. والله بكلمكم بأمانة، تحسوا ان هنا كده في سخونية. اوكي بس غريبة، ايه الصمت ده؟ عايزة اوريكم حاجة. ده المنظر لو انا قافلة الكشاف. اوكي شايفين حاجة؟ بسم الله كده فاتحة الكشاف. اوكي اهو كده قافلة الكشاف كده. الكشاف مش عايز يقيد. الله 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 كده قاد. كشاف بيعلم عيني كشافي. بسم الله. تفتكروا المكان اصلا يعني المشكلة في الارض ولا المشكلة في المباني؟ بس هو محدش عارف يبني، بس الحارس لما بيقعد بيشوف العجب حوالين البيت. كله كان بيشوف حوالين البيت. البيت فيه سكون تام، مفيش اي حاجة من ساعة ما دخلت. بصوا كده يا جماعة، بصوا الجبل، تحسوا ان هو نازل. الكشاف فصل لوحده. بسم الله. هنا في ايه بقى؟ الكشاف فصل لوحده. بصوا ده تحسوا جبل. جبل لما بنزل بشوفه زي ما يكون جبل وهو مش جبل. انتوا فاهمين؟ بيعلق الشبكة. عايزة اقول لكم اني اول ما انتوا قلتوا بيعلق الكشاف فصل. الشبكة. طب ايه؟ في حاجة غريبة جدا هنا، في سخونية غير عادية يا جماعة. الدنيا تلج لدرجة ان انا اطرافي بسم الله حاسة ان زي ما يكون هنا حد عمال زي ما يكون واقف باصص عليا. مش بهزر والله بكلمكم بأمانة. عارفين انتوا لما حد زي ما يكون واقف فانت تيجي تبصي ما تلاقيش؟ عارفين انتوا الاحساس ده؟ الحتة دي فيها سخونية غير عادية اللي انا واقفة فيها دي. من اول هنا بالذات في سخونية غريبة. هنا كده فيها شعرة جامدة 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 جامدة. لا إله إلا أنت سبحانك. بسم الله. قال إيه لما حد بيجي هنا؟ بسم الله العظيم بسم الله العظيم بسم الله العظيم. مفيش حاجة اسمها اطلبي إشارة، دي أكذوبة. الكلام اللي انتوا بتقولوه أو اللي بيتقالكوا اديني إشارة، طب لو حد موجود خبط، ده كذب. أنا اللي بقولكوا كذب ومن صنع الإنسان. أنا عمري هنا ما أضحك عليكوا. لو سمعتوا أي حاجة يبقى هي منها لنفسها. مفيش حاجة اسمها اديني إشارة للجان. مفيش حاجة اسمها كده. الجان مش محتاج إذن. أنا اللي بقولكوا الكلام ده كذب. طيب نرجع بره تاني اللي هو الشغل كله. أنا أول ما دخلت أهو هنا تحسوا إن هنا حد واقف من فوق عمال أخد بالي. مفيش أي حاجة من ساعة ما دخلت البيت. حاسة إن ترى في خوف.
في خوف ولا ايه؟ تلاقوش. انا طيب انا طيب. السلام على من اتبع السلام، والهدى يهديه الله لمن يشاء. السلام على من اتبع السلام، والهدى يهديه الله لمن يشاء. طب انا عماله بشوف حاجه هنا اهو. الله 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 الله. طب عايزه اقول لكم ان انا نفس الخيال اللي انا شفته هنا حسيته هنا دلوقتي لما انا جيت. طب ايه، ادخل تاني ولا ايه؟ السلام على من اتبع السلام، والهدى. انا عشان اقول لوحدي والله اهو اهو اهو. انا بلف لكم، انا لوحدي وبطولي. هقفل لكم كل، بصوا كده من غير الكشاف، كده بالكشاف. اوكي، هنا اللي كل شويه عماله اتزاول. بصوا كده، ده حوالين البيت. تحسوني عماله اتزاول في الحته دي، ما اعرفش. طب نقعد حبه واكمل لكم بقيت الحكايه الاسطوريه اللي بيقال عنها البيت. طيب احنا قاعدين. طيب بسم الله. لا التكبيس ليه كده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب انتوا سامعين ايه ده بقى الشغل ده؟ وانا كل ما اجي اقعد بقى نقعد نسمع حركات. طب ما احنا دخلنا جوه. لا التكبيس مليون، ما تهزروش. نفسي تقيل. انت هتزاولنا ليه يا عم انت؟ طب ما تيجوا تشربوا الشاي طيب. بص اقوم الخطوات تقف، تبص مفيش حاجه. اقوم الخطوات تقف، ابص مفيش حاجه. تحس ان في حد بيمشي. سكت. سامعه، تحس ان زي ما يكون حد ماشي. مفيش حاجه. ايه انتوا ايه مش سامعين؟ اللي مفيش حاجه والله كان في صوت مش ظاهر عندكم بقى. انا مش مشكلتي، انا سامعه في صوت، مش هشتغلكوا يعني. طب مليون. يبقى الجو ده ايه بقى الجو ده؟ هو مفيش حاجه جنبي والله، بكلم نفسي معلش. بس تحسوا ان زي ما يكون حاجه خبطت. بس يمكن انا يا ولاد الذين بقى في بقى صوت، ما تقولوليش مفيش. تعالوا معايا بقى عشان ايه؟ تعالوا، محدش يقول لي الشبكه في صوت، محدش يقول لي مفيش، تستعبطوش اهو. قولي بقى مفيش، انتوا فين؟ في صوت هنا، في صوت هنا.
قولوا لي مفيش بقى. بصوا، لا لا لا، كده حد بيشتغلنا. لا استنوا بقى، انا لازم اعدي. لا 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 لا، كده حد بيشتغلنا. حاسه ان في اشتغاله. حاسه ان في اشتغاله كده بقى. مين هنا؟ مين هنا؟ دي مش حركات الجن بصراحه. مش الصوت هنا اهو. الصوت الشبكه كويسه يا جماعه ولا ايه؟ حاسه ان في اشتغاله. يا جماعه الشبكه موجوده. الشبكه موجوده يا جماعه. نسيت اجيب ميه معايا. نسيت اجيب ميه معايا. الشبكه وحشه كده. انا رجعت تاني ولا لا؟ كده انا رجعت تاني. بتعملي ايه في الصحراء؟ بلعب. هحكي تاني للي ما كانش موجود. صوتني يوصل لمليون بعد اذنكم. بيعلق. لازم يعلق. كده كويس. كده كويس. كده كويس. في صوت. احكي دلوقتي. الناس اللي لسه داخله. قولوا لي بقى ان انتوا مش سامعين حاجه بقى. قولوا لي بقى ان انتوا مش سامعين حاجه. قولوا لي ان انتوا مش سامعين بقى. حد هنا؟
طب اوكي، عامة كده كده احنا منخافش يعني، اعملوا اللي انتوا عايزينه سواء انس او جن، عادي جدا. طيب نرجع لمرجوعنا. انتوا سامعيني كده؟ فككوا. طب انا قاعده مستنيه سواء انس او جن، اوكي، اللي عنده حاجه يطلع، انا قاعده اوكي. الصوت سبق الصوره يا جماعه، مش عارفه طب انا اتحرك تاني ولا اعمل ايه، انا مش عارفه. طب اعمل ايه؟ مكان كويس، انا حاطه في نفس المكان، الصوت بس اللي ظاهر. طب اعمل ايه؟ والله ما عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. كده ظبط، كده ظبط يا جماعه، مش عارفه اعمل ايه. جماعه نهتم بالرائج والتكبيس، نهتم بالرائج والتكبيه. المهم، اللي لسه داخل وما يعرفش انا فين، انا في وادي النطرون، وفي بعض الناس عندهم بيت مش عارفين يبنوه، جابوا 3 حراس لحارس عايز يقعد فيه. 3 حراس جم، كل واحد فيهم حصل له مشكلة، اللي جاله صرع في المخ، اللي اتشل، اللي خرس، اللي يعني بيقال عنه ان هو اتجنن. حاجات كتيرة جدا حصلت. اول واحد كان بيشوف ست كبيرة بتعيط وادت له بحاجة زي الخوص والخيش كده على وشه. تاني واحد كان بيشوف طفل بيجري، طفل صغير عمال بيجري حوالين البيت وبيطلع منه كور نار في رجليه. تالت واحد كان بيشوف أسر مكونة من أب وأم وأبناء، المفروض إنها في خيم حوالين المكان، بس عاملة برضو زي الكورة كده. التحدي كانوا بيقولوا إن مفيش حد بيقدر يقعد هنا، فأنا قررت إن أنا أفتح لايف معاكم ونقعد 3 أيام، لأن كل اللي بيجي بيحصل كده وبيشوف حاجات وبيسمع حاجات. المفروض إن هم جابوا شيوخ كتير، بيقال، مع اني اشك ان هم شيوخ، بيقول او بيقال ان المكان اكبر. لا اخركم كده يعني، هو ده اخركم كده يعني. عادي، سواء واحد بيعمل كده او بني جان هنعرف، كل حاجة هتبان. خلينا قاعدين يعني، ده كارت ارهاب يعني. في صوت اوكي، بس ممكن اي حد على فكرة عادي، ممكن يكون كده ولا كده، ممكن يكون حد مستخبلنا كده ولا كده. التحدي ان انا اقعد، هل هم عايزين في حد عايز يطفشني من المكان عشان يعني انا خاف وبتاع ويقولوا بقى دي سارة اللي بتخاف ولا ايه؟ ده تحدي يا حبايبي، فانا قررت النهارده ان انا اطلع لكم لايف فيه. تحدي حلو جدا وانا بحب التحديات. انا هعرف اقعد يا كبير الله يسعدك، انا هعرف اقعد في المكان ولا مش هعرف اقعد في المكان؟ انا قاعده معاكم لحد ما تليفوني يفصل، بس انا قاعده لحد الفجر يعني، انا كده كده من 10 لحد الفجر 3 ايام هفضل موجوده. تليفوني لو فصل انا كده كده هفضل مكمله لحد الفجر، فعادي جدا. المكان رصد اثار، خمنوا كده ايه اللي ممكن يكون في المكان. حد كتب رصد آثار، مين تاني؟ حاجة ايه تاني؟ أنا في وادي نطرون، أنا دخلت البيت مفيش أي حاجة خالص،
بعد ما كان حتة معينة في المكان عند السلم هو اللي حسيت بحرارة غير عادية في المكان، وده عكس الطقس تماما، الدنيا برد. حسيت بخيالات واتزاولت، حسيت بخيالات، بس ده طبيعي، ممكن عشان يكون الكشاف ليه مليون ألف سبب. طيب البيت أنا أول ما دخلته ما حصلش فيه حاجة، ليه؟ اشمعنى لما بقعد بره بسمع الأصوات؟ اشمعنى لما دخلت جوه حد خد باله من الحكاية دي ولا محدش خد باله؟ أنا لما دخلت جوه حد سمع أي حركة غير خطوات رجلي؟ حد سمع حاجة وأنا في البيت لما طلعت جوه؟ حد سمع حاجة غير خطوات رجلي؟ دي حاجة لازم نحط تحتها 100,000 خط. دي حاجة لازم نحط تحتها 100,000 خط. اشمعنى لما بقعد بره بيحصل كده؟ طيب المفروض ان الحراس اللي كانوا بيقعدوا هنا واللي حصل لهم الكوارث دي كانوا بيقعدوا فين؟ ما بيقعدوش جوه البيت، بيقعدوا بره. اللي شاف الست بره، اللي شاف الطفل بره، اللي شاف الاسر بره. طب اشمعنى جوه مفيش حاجه؟ ليه الهدوء ده؟ وليه لما بخرج بيحصل قال ايه بقى، في حاجات وبتاع؟ طب انا ما شفتش حاجه. طب تفتكروا، خمنوا كده معايا ايه اللي موجود؟ ممكن يكون ايه اللي موجود في المكان؟ طب انا هيحصل لي حاجه فعلا؟ هتشل ولا هخرس ولا هيجيلي مرض زي ما هم جالهم؟ هيجوا هنا يلاقوني سطيحه كده مرميه ومغمى عليا وجايلي صرع، ولا متشنجه وكل حاجه؟ بصوا، هو في اشعار دلوقتي حصلت، بس اوكي. هل مفيش حد حواليكي من الاحباب يا ساره؟ لا، في طبعا. اي مكان خالي مهجور لا يمسسه او يدخله بشر فهو في بعض مخلوقات الجن. خايفه اشيل الكاميرا، خايفه اشيل الكاميرا انتوا ما تشوفوش حاجه، خايفه اشيل الكاميرا تقولوا لي مفيش بتاع. عايزه اوريكم بس ان انا هطلع اهو، الصوت جاي كده، مش عارفه اطلع التبه دي. بس هو يعني ايه، مش عارفه اطلع. في صوت، قصدي في شبكه موجوده، في شبكه. استنوا اطلع اعمل لكم قلب الكاميرا اهو. هو الصوت جاي من هنا، بس مش عارفه اطلع التبه دي. بصوا 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 بصوا. طب والله بضحك. وايه كمان؟ ايه كمان؟ طيب قولوا اعملوا تاني، اعملوا تاني. طيب تاني ما سمعتش، تاني ما سمعتش، تاني. بس كده صوت، بس كده. مش عارفه اطلع فوق بقى يا حبايبي، هو البيت نازل لتحت يعني، ده كله انا مش عارفه اطلعه، تحسوا ان هو هقع، فمش عارفه اطلع. انا مش عارفه اطلع، تحسوا ان هو لتحت كده، فاهمين؟ تحسوه لتحت، مش عارفه اطلع انا التبه، تحسوا ان هو نازل يعني، انت بتطلعي وبتقومي نازله كده. طب اوكي نجرب تاني. طب عايزين حاجه كده قويه. ايه الجو الاصوات العيالي ده؟ مهم يا حبايبي، ادينا قاعدين، اللي هيعمل لنا حاجه ادينا قاعدين ومربعين. حد وراه حاجه؟ حد وراه حاجه؟ ساره، هو انت حواليكي جن؟ طبعا، طبعا حواليا جن. اي مكان فيه جبال، اي مكان خالي لازم يسكنوا هذه المخلوقات مما لا شك فيه. طيب هو ايه اللي بيجرى هنا في المكان؟ هل في حاجه هتصيبني؟ ايه ده؟ المنديل دخل جوه.
منديل دخل جوه مناخيري ازاي؟ ده منديل والله مش حاجه، بس معرفش ازاي دخل جوه مناخيري. بصوا هقول لكم على حاجه، بس ممكن يكون من الكاميرا. تحسوا عارفين انتوا حد معدي كده، حد معدي، حد واقف، تيجي تبص مفيش حاجه، عارفين انتوا الاحساس ده؟ طبعا اطراف رجلي منمله تكبيس. احنا ليه وقفنا تكبيس؟ اطراف رجلي منمله جدا، احنا ليه وقفنا تكبيس كده؟ وليه الشير وقف؟ يا عشان لو حصل لي حاجه يبقى قدامكم. تهزروا ولا ايه؟ عايزه اقول لكم الجو برد جدا جدا، والله العظيم رجلي منمله. تحسوا ان في هدوء حصل؟ ايه ده، انتوا خفتوا ولا ايه؟ حلو الهدوء ده. انت تزعق كده على طول كله يسكت؟ مش معقول بجد. جماعه تكبيس، الصوت سابق الصوره. الجو برد، اطرافي نملت، انا اطرافي منمله جدا ومش حاسه بيها، بس الله غالب. جماعه تكبيس تكبيس، والله ايدي مش ايدي ورجلي. الجو برد جدا، محتاجه اتقل اكتر من كده. انا قاعده لحد الفجر. قولوا ان التليفون يصمد معايا عشان بس كده. هو ده اخركم طيب؟ طب وبعدين كده؟ وبعدين معقول بجد. طب ايه الاستفادة؟ تحسوا اني يعني عايزين يتعبوني وخلاص، تحسوهم عايزين يتعبوني وخلاص. في الصوت يسكت. ايه الجو ده؟ احنا هنقضيها كده ولا ايه؟ بقول لكم ايه، مهم. وصوت تكبيس تكبيس وشير، نوصل الشير 2000. تفتكروا ايه اللي موجود في المكان؟ طيب هقول لكم على حاجة. حاسة ان حد بيمشي. والله بضحك. سامعين الصوت؟ والله ما اقوم. تيجوا نتجاهل الصوت، تيجوا نستفز اللي بيعمل كده ونتجاهل، نشوف هيعمل ايه تاني. هنشوف يا ترى انس ولا جن اللي بيعمل كده، الله اعلى واعلم. طيب عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ان في حكايه. المفروض اني لما تسال الناس الكبيره اللي في المكان، لما تسال حد عجوز في المكان، لا الصوت اتغير. اوه في فرقعه، المره دي في فرقعه. اوه ما هذا الذي. سكت. الصوت قرب، تحس ان هو قرب سيكا. خلينا قاعدين ما نشوف لما نتجاهل بتاع ايه اللي هيحصل يعني. هنشوف هيعدي اليوم ده على خير ولا مش هيعدي على خير. عايزة اقول لكم ان انا نزلت فيديو مهم جدا عن حقيقة القرين وعن جنسه، بس منزل. تعالوا معايا، تعالوا معايا نشوف فيه ايه.
تعالوا معايا بس كبسوا كتير. انا هقلب لكم الكاميرا. اوكي تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع ده اهو. يلا ايوه بس عمالين تعملوا لنا اصوات وعمالين تقرب. طب يا عم ورينا انت ايه اهو يا جماعه. الحته دي اللي عمال بيحصل فيها اصوات ما اعرفش ازاي بصراحه. اهو الصوت بيجي من هنا، الصوت كله من هنا. طب ايه اللي هنا بقى ما تفهمش بقى ايه اللي هنا اهو. ايه اللي هنا ما تفهم. بصوا اتفضلوا اهو. في حد بقى تقعد تدور بقى على مين اللي عمال بيعمل بصوا دخلت في ايه. يا نهار ابيض على الشوك دخل في رجلي. الشوك دخل في رجلي اقسم بالله. يا ستار يا رب. اهو كله الشوك. بصوا حواليه مش عارف توصل للي ايه بقى هنا. بصوا اتفضلوا ادي يا جماعه دي الصوت من هنا اهو. طب انا اخش ازاي يعني؟ حتى لو في حد هنا واقف انا هخش له ازاي بالله عليكم؟ بصوا ادي يا جماعه اهو شوك. اقسم بالله ده كله شوك. كل اللي انتوا شايفينه ده شوك. انا اخش في وسطي ازاي؟ انا ما اعرفش. اهو هنا الصوت يا جماعه. انا مش عارفه اخش ازاي اهو. شوك امشي له ازاي؟ انا ما بصوا اخش ازاي؟ شوك كله شوك. ده الصوت من هنا. انا اعمل ايه المفروض؟ ادي الصوت تيجي تشوف فيه ايه؟ مفيش اهو اديني ماشيه. بصوا ادي ساكته الصوت ساكت. اجي الصوت يسكت. تفهموش بقى اهو. اتفضلوا اخش له منين اهو؟ ملوش مدخل. بصوا بصوا في الارض عامل ازاي. ادي اللي انت بتدخليه بجد شوك اكنك داخل فعلا بركان. اتفضلوا اهو الصوت انا اعمل ايه؟ طب انا واقفه اهو قصادك اهو. يا جماعه انا معاكم. فصل ايه؟ انا معاكم عماله بتكلم. انا معرفش ايه يا جماعه انا معاكم ولا ايه؟ النت فصل خالص. انا معاكم يا جماعه. زهقت. طب انا هرجع تاني. انا هعمل ايه؟ هرجع تاني. رجلي بس البتاع دخل فيها الشوك كده. تمام كده تمام. كده تمام جماعة. الصوت لو كده رجعتي ماشي يا اوكي. لا دخل فيها البتاع كله شوك. سبحان الملك اكنكم في برج. عارفين انتوا كل الزرع اللي حواليه شوك. شجرة ابليس فعلا. شجر ابليس. اعوذ بالله. شفتوا شكل الشجر عامل ازاي؟ طالع كله شوك. الشجر كله طالع فيه شوك. انتوا خدتوا بالكم ولا ما خدتوش بالكم؟ ادخل البيت تاني ليه؟ البيت دخلته مفيهوش اي حاجة. ما هو الكرسي ده انا اللي جايباه معايا عشان احط عليه حاجتي. انا اللي جايبه الكرسي معايا وشايلاه على راسي عشان احط عليه الحاجه. جماعه الكرسي ده انا اللي جايباه يا حبايبي اهو. احط عليه حاجتي. امال انا هسند بايه؟ انا اللي جايبه الكرسي. مقبره. تفتكروا تحت اشتغلونا بقى. اشتغلونا بقى. طب انا اخش ازاي انا جوه؟ طيب في شوك.
انا عايزه اخش جوه بس كلها مقفوله بشوك غريب يعني. انا معرفش اللي جوه اصلا داخل جوه ازاي. لو حد بني ادم انا وريتكم. عايزه اعرف هيخش جوه ازاي في الشوك ده اساسا يعني. لا انا رجلي اتعورت. رجلي اتعورت من تحسوا انه محاوط كده بشجر شوك. انا مش عارفه ايه شجر الشوك ده، حاجه غريبه قوي، اول مره اشوف النوعيه دي اصلا بالشكل اللي انتوا شايفين من تحت عامل ازاي. من تحت مدور مدور وطلع شوك 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 شوك، كله بيعور رجلي وانا اصلا رجلي منمله. حد فيه بالطوب. طب عايزه اقول لكم على معلومه، هل لو انا حدفت طوبه وفي هنا من مخلوقات الجان اللي حواليا، هل الجان ممكن يصاب؟ طب لو انا حدفت باي حاجه حاده وكان فعلا في مخلوق من اللي حواليا، تفتكروا الجان ممكن يصاب؟ لا. نعم يصاب. طب هل الجن عنده دم؟ هل الجان عنده دم؟ لا. خدوا معلومة، الجن عنده دم. الجان عنده دم. عنده دم. طيب ممكن انا اجرحه لو حدفت آلة ولا حاجة؟ الجان هوا؟ مين جاهل قالك كده؟ ده كلام الناس الجهلة. ده كلام الناس الجهلة. كلنا أرواح. سبحان الملك. انت خايفة كده ليه؟ معلش مرعوبة، معلش انا مرعوبة جدا. انا عايزة اقول لكم ان انا ركبي بتخبط. انتوا عندكم منطق ولا ايه؟ مش عارفة. سبحانه. مش حاسين ان الدنيا هديت؟ بس أنا اتعورت. ايه الهدوء ده؟ بجد ايه الهدوء ده؟ عايزة حد من الناس اللي موجودة كده يقول لي ايه اللي ممكن يكون في المكان ويخلي الناس تصاب، او يقال ان محدش يقدر يقعد في المكان ده رغم ان انا قاعدة اهو. ليه بيقولوا ان في شيوخ جات هنا وما قدرتش ومشوا رغم ان انا لسه قاعدة؟ تفتكروا فعلا اثار زي ما انتوا ما بتقولوا ولا حاجة تانية؟ مقبرة. طب مقبرة لايه؟ اثار. المكان ده بيقولوا عنه ملعون. كل حد من الحراس اللي جم هنا أصاب، اللي أصاب بشلل واللي جنون واللي خرس، كانوا بيشوفوا حاجات غريبة. أصحاب البيت بقى قصتهم قصة من البداية كلها كانت في الأرض، وبيقولوا إن الأرض دي كان عليها أصلا بيت.
تعرفوا ان البيت ده كان اصلا عليه بيت واتهد، واليوم اللي اتهد فيه البيت دوت النار مسكت في كل الزرع اللي حواليه. المكان ده كله كان حواليه زرع، وزرع مثمر جدا وشجر، وكان فيه شجر فاكهة، وكان فيه زرع كويس، والمفروض ان هما كانوا بيزرعوا ثمرات من الخضار. عندما البيت اللي كان قبل دوت اللي كان موجود اتهد، الغريب جدا ان كل الزرع اللي موجود حوالين البيت ده بالشجر بكل الارض من خضار، النار مسكت فيها بشكل رهيب. ودي حاجة غريبة جدا، ومحدش كان فاهم النار مسكت في ايه، مع اني ما كانش فيه اي ولا مولد ولا حد ولع سيجارة ولا حد جايب اي حاجة من الحاجات اللي تساعد على الاشتعال. تعرفوا كده؟ هو ده الغريب. طيب انا لحد كده مش هكمل لكم بقية الحكاية بتاعت البيت اللي اتولع فيه النار غير بكرة، عشان انا لسه موجودة بكرة لو ما حصليش حاجة النهاردة. انا التليفون اول ما يفصل انا قاعدة لحد الفجر ان شاء الله باذن الملك. بس كله تمثيل. ايه اللي انت شفته تمثيل؟ معلش انا اسفة. ايه اللي انت شفته احنا مثلنا فيه بجد. الشخص اللي داخل بيقول كله تمثيل، انت بني ادم طبيعي بتفهم، عندك عقل؟ سبحان الله. ايه اللي انت شفته حضرتك مثلنا؟ انا لا قلت فيه حاجة ولا عملت لك حاجة ولا حركت لك حاجة، لا مؤاخذة يعني. عليكي ايه بالقعدة دي؟ انا ده محتواي يا حبيبة قلبي، بس اول مرة افتح لكم لايف. انا بنزل الاماكن دي وبحل الشفرة. للناس اللي ما تعرفش، انا بحل شفرة اي مكان، محدش فاهم ازاي بقى، دي حاجة بتاعتي. فقلت اما اتونس كده افتح معاكم لحد ما التليفون بتاعي يفصل، بس انا قاعدة كده كده لحد الفجر. وعلى فكرة اللي ما يعرفش حياة مذيعة العفاريت، هي دي حياتي اللي من ورا الشاشة، اللي انا مش بشغل لكم فيها كاميرا خالص. في اماكن بفتح فيها الكاميرا وبصور، وفي اماكن انا ما بصورش فيها. اي تحدي انا بتحداه، انا عمري ما شغلت ولا كاميرا ولا فتحت لايف، انا بنزل وبشوف وبعاين. بس المرة دي في 3 ايام انا هقضيهم زي ما الحراس قضوهم، من الساعة 10 لحد الفجر. هنبقى مع بعض وهنشوف المكان ده فيه ايه. طب انتوا برضو مش واخدين بالكوا ان الدنيا بقت هادية؟ ولا انتوا مش واخدين بالكوا؟ حاسة ان مفيش صوت يعني. على فكرة في عشيرة من الجن، عشيرة واحدة بس. المكان اللي انا حواليه ده مليء بالاحباب، شئنا ما ابينا، واللي يقول غير كده يبقى جاهل. ولكن ايه علاقة المكان او ليه بيحصل فيه افورة من اي بني انسان؟ بس برضو هنرجع ونقول ان احنا سيطرنا على المكان وحاسة بهدوء. ولا انتوا مش سامعين ان مفيش اي حاجة؟ واخدين بالكوا ولا مش واخدين؟ الله غالب. اي مكان، اي مكان مهجور وفيه جبال، والزرع اللي انتوا شايفينه ده اللي مليان اشواك، دي دلالات على وجود جان. شئنا ام ابينا الجان موجود. ولكن ايه اللي خاص بالبيت ده او خاص باي انسان بيقعد فيه، ده اللي انا هكتشفه معاكم. اي مكان فاضي مفيهوش بني ادمين لازم يسكنه مخلوقات الجان. يا بص الله يسعدك جماعة، التكبيس وقف لي مرة واحدة. متشكرة قوي ليك يا بص، والله متشكرة قوي ليك. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك، تسلم يا رب على راسي. الساعة 12:30. ممكن كمان شوية تحصل هوجة كمان، ممكن. بس يكفي لما في حاجة معينة قلتها او حصلت الدنيا هديت، ودي علامة ليا انا مش هقدر ان انا اكلمكم فيها دلوقتي، بس دي دلالة انا ليا على حاجة قوية. دي دلالة ليا على حاجة قوية جدا، بس مش كل ما يعرف يقال. بصوا انتوا سوا، بصوا ما اتعورتي ده، انتوا مركزين تركيز. انا دمي نازل، انتوا متخيلين؟
عايزه اقول لكم رجلي اتعورت جامد، بس عادي يعني، الله غالب يعني. مش هينفع اوريكم الجرح لاني بناخد حذر لو وريت لكم الجرح، يقول لك افعال خطره، فمش عايزين لايفنا يلوث. الرساله وصلت غالبا كده، بس لسه يعني لازم اتعور عشان الدنيا تهدى؟ مش معقول بجد. الحركه دي مش بتاعت بني انس، الحركه دي مش بتاعت بني انس. بس في حاجه مش كامله لسه. عارفين انتوا الصوره اللي متشال منها حته هي اساس الصوره؟ مش موجوده لسه. فاهمين حاجه؟ الصوره قدامي، بس في حته كبيره متشاله اللي هي اساس الصوره، لسه ما كملتش. البيت هدوءه برضو غريب، ما يطمنش برضو. تفتكروا هصمد لحد الفجر ولا في حاجة ممكن تحصل؟ حاسة احساس غريب جدا جدا. شعارة بنت لذينة. الله العظيم. الصورة لسه ما كملتش. هدوء غير عادي، هدوء غير عادي، من خطوات وخيالات وأصوات، وتحس إن حد معدي، لهدوء غير عادي. اوكي. سبحان. انتي فين؟ وادي النطرون. هدوء ما قبل العاصفة. تفتكري في عاصفة يا عالم؟ بس أنا عارفة إن في هوجة تانية هتحصل، بس مش دلوقتي. مالها السبحة؟ جماعة الفيديو منزلش على اليوتيوب، انتوا متخيلين؟ أنا مستغربة جدا. التانية ما بتخرجش برا أوضتي، راحوا يبلغوا الكبار. مين قالك إن الكبار مش موجودين؟ كله هيبان. والله انتوا اللي أحلى عالم. حاجة غريبة جدا. أنا مش عارفة انتوا واخدين بالكوا ولا انتوا مش واخدين بالكوا. ليه مفيش شتا عندي؟ ده أنا الدنيا تلج عندي. مفيش شتا ايه ده، في تلج. حضرتك أنا قاعدة في تلاجة، بس أنا اللي قاعدة متماسكة، أنا اللي جامدة. انتي مش خايفة؟ انتوا ليه مش مقتنعين ان انا ما بخافش؟ ده انا وريت لكم ان انا لوحدي وبطولي يعني. كشاف بس هو اللي منور، لو اتطفى مفيش كشاف، واكيد هيطفي لانه لازم يطفي عشان اشوف كويس. انتوا ليه لحد دلوقتي فاكرين ان انا بخاف؟ هو وادي، بقول لكم ايه، وادي الجن اللي في السعوديه ده ايه؟ طب بالنسبه لكم طيب، يشهد عليا الناس اللي وصلوني، والله سابوني ومشوا، والله والله اكدب عليكم ليه؟ هو انتوا تفتكروا ازاي قلبي قاعد كده؟ طب خمنوا معايا كده ايه اللي ممكن يحصل.
خدي بالك من اللي حواليكي، اللي حواليا هم اللي واخدين بالهم مني حرفيا. احكي عن الخواتم، سر من اسرار سارة سيكريتس. في حد وراكي، حد واحد بس. انتي تعبتي، لسه لسه. لو هوريكوا المنظر يقبض اي مخلوق خلقه ربنا، لو حد طبيعي يعني. الغرور غلط، حقي اتغر مع المخلوقات المتعدية. مش هقول معاكوا انتوا، بس انتوا اللي نفوسكوا لازم تطهر اكتر من كده. يعني صاحب الكومنت او صاحبة الكومنت، نضفي روحك شوية. ادام ما تعرفينيش ما تتكلميش، عشان ربنا ما ياخدليش حقي منك. وزي ما في مخلوقات من الجان متعدية، في مخلوقات من بني الانس متعدية. فلازم اتغر على المخلوقات المتعدية، انس وجن. انا معاكوا لايف 3 ايام، الا اذا ربنا اشاء ويعني حصل حاجة قبل ال3 ايام. اذا كان ليا عمر وربنا مقدر لي ان انا افتح ال3 ايام التحدي، اللي هو زي ما زي ما الحراس قعدوا، واذا ما حصلش اي حاجة هفتح لكم ال3 ايام. لا ابدا، مفيش. على فكرة التليفون ممكن يفصل، لو فصل ما تقلقوش عليا. يعني مش عايزة اي حد من الناس اللي بتحبني قوي او الناس المقربة ليا او عارفين سر سكرة اللي بيحبوني من قلبهم، ما تقلقوش عليا خالص. ربنا سبحانه وتعالى حافظني وجعلي الاسباب اللي تكون حواليا بالخير. انا هقعد لحد الفجر، واذا حصل في الامور امور اكيد هتعرفوا. الله يسعدك يا بص. لو حصل في الامور امور اكيد هتعرفوا، لو جرالي حاجة برضو اكيد هتعرفوا. فمش عايزاكوا تقلقوا عليا خالص، لاني انا قوية جدا. اذا حصل حاجة لا قدر الله، مع ان انا عارفة انه باذن الملك مش هيحصل حاجة، ثقة في الخالق واحبابه، فان شاء الله مش هيحصل حاجة. والحمد لله من دوشة كتير واصوات كتير الدنيا هادية. مش عارفة انتم مركزين ولا لأ، بس هو بفضل الله الدنيا هديت. علامة ليا انا على حاجة معينة، ودي كانت بداية الخيط بالنسبة لي. لاني من ساعة ما جيت وكان في كالعادة بيبقى لازم يكون في حجب بسيط لحد ما انت تسيطر يا هما اللي يسيطروا، حاجة من الاتنين. فاحنا سيطرنا سيكا، فبانت حاجة سيكا لحد ما نشوف الشاشة هتكمل او الصورة هتكمل امتى. فبإذن الملك خير، بس مش عايزاكوا تقلقوا يعني. واكيد مش هرد يعني، بس مش عايزاكوا تقلقوا عليا. ان شاء الله بكرة اذا كان ليا عمر وربنا قدر لي ان انا لسه اكمل في المكان ده وما يحصلش حاجة، بكرة الساعة 11 هتلاقوني فاتحة برضو. بكرة الساعة 11 هتلاقوني فاتحة. ومعرفش موضوع الفيديو ده ليه منزلش لحد دلوقتي، حاجة غريبة جدا. عايزة اطلب منكم طلب،
لل2500 اللي موجودين بعد اذنكم. الفيديو اول ما ينزل، هو التيك توك بقى ياخد كده وقت لحد ما بينزلي الفيديوهات. اول ما الفيديو نزل، لو بتحبوني بجد وعايزيني اكمل، ارجوكم تتفاعلوا عليه وتعملوا اكسبلور وتطلعوا الفيديو ده لانه مهم. اللي عايز يعرف حقيقة القرين ونوعه ايه يعمل اكسبلور كتير على الفيديو لما ينزل على الصفحة. ماشي يا اسود، اول ما الفيديو ينزل عايزين نعمل له شير كتير عشان الناس تعرف حياة القرين ومخاطره واضراره. تكبيس يا اسود نوصل ل2 مليون. بالله عليكم ما نستاهلش نوصل ل2 مليون؟ الموضوع الله غالب. الله غالب. لو قلبتلكوا الكاميرا هتفصل. محدش يقولي اقلبي الكاميرا. لو قلبت الكاميرا هتفصل، فمش هعرف اقلب لكم الكاميرا دلوقتي. فخليني معاكم لحد ما التليفون كله يفصل. انتي فين يا نهار ابيض؟ كل ده مش عارفين انا فين؟ في وادي النطرون. جماعة نقدر نوصل 2 مليون قبل ما نقفل او قبل ما التليفون يفصل. ايهما. نشوف هتفصل ولا لا. حاضر يا حبيبتي. اهو. معايا يا جماعة.
بكلمكم والله من ساعة ما فصلت الكاميرا. مش سامعني؟ فصلتي الكاميرا؟ فصلتها ازاي؟ لا مؤاخذة معلش. انتوا بقولكوا هتفصل، انتوا بتقولي مش هتفصل. ليه فصلتي؟ فصلت مين يا حبيبتي؟ انا قلبت الكاميرا يا ماما، والله قلبت الكاميرا، انا عارفة انها هتفصل وقايلالكوا الكلام ده. ليه فصلت؟ هترجع تاني. ليه؟ معلش، شبكة معلش. المكان فعلا صعب جدا. انتوا عارفين بجد بجد اكتر حاجة اول مرة اشوفها عيني بقى، انا كنت عارفة ان ده ايه، بس اول مرة اشوفها الشجر اللي ملفوف في الارض وكله شوك ده. كانوا بيسموها شجرة ابليس او النبت الشيطاني. طبعا مفيش حاجة اسمها كده، بس ده نبات الشيطان. الشوك اللي انتوا شفتوه ده، مش عارفة حد يسمع عنه ولا لا. حد يعرف عن نبات الشيطان؟ انا لما شفته ما كنتش اعرفه، بس عرفته دلوقتي. ما كنتش اعرف ان ده نبات الشيطان، اللي هو بيكون ملفوف 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 وكله شوك 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 شوك. لا انا عارفة والله بجد. تسمعي عنه يا نوران؟ جدع. ما كنتش اعرف ان ده نبات الشيطان. طب احنا واقفين ليه على 1.5 مليون؟ ما نكمل 2 مليون، خليكوا حلوين. بتعملي ايه عندك؟ بلعب، بغير هوا، معلش. عارفينه؟ هو ده. تتخيلوا؟ ما كنتش اعرف ان هو، بس عرفت. تليفون كام؟ هو مديني احمر، بس خليكوا معايا لحد ما اشوف التعويرة اللي اتجمدت دي. خليكوا معايا، كده كده هفصل. التليفون هيفصل دلوقتي، بس امنتكوا امانة اول ما الفيديو بتاع القرين ينزل تعملوا له اكسبلور كتير للي بيحبني بجد. شجرة الزقوم، هي مش هي، بس ده نبات اسمه نبات الشيطان، يعني دلالة على حاجات مش حلوة في المكان. انا ما كنتش اعرف انه هو الا لما اتعورت صراحة، بس ما يكونش سام يعني، فاهمين؟ لان في شجر بيبقى سام، بس الله غالب يعني. حاسة برعشة بنت لذينة، بس عادي. باقي 10% طالع لي دلوقتي. لا مش سام، في منه سام يبص في حالات معينة. نزل الفيديو والله بجد، نزل على التيك توك يا بوسي. نزل على التيك توك ولا نزل فين؟ هينزل فين؟ على التيك توك؟ أمنتكوا أمانة. 2000 لو بتعزوني وعايزين جزء تاني بكرة إن شاء الله، إذا ربنا قدر لي ومحصليش حاجة، بكرة إن شاء الله الساعة 11 هتلاقوني فاتحة لايف تاني ونشوف ايه الجديد في المكان بإذن الملك. الله غالب. كل اللي بيحبني بجد وعايز يتابع الموضوع بتاع الأرض دي ايه، يروح على آخر فيديو يعمله شير كتير واكسبلور كتير لايك كتير على قد ما نقدر، لأن التيك توك ما نزلوليش غير بعدها بساعتين، معرفش ليه. حقيقة القرين هو إنس ولا جن؟
أسود نكمل 2 مليون، نكمل 2 مليون، نكمل 2 مليون أسود، نكمل 2 مليون يا أسود، نكمل 2 مليون لايك أسود، نكمل 2 مليون لايك. انتي هتبقي في المكان من غير موبايل؟ هيفصل مني تليفوني التاني شغال بس مش سايلنت بقى، ومش هينفع امسك تليفونات بعد ما ده يفصل يعني، مش هينفع امسك تليفونات، لازم اركز في حاجة دلوقتي مهمة جدا يعني. أسود أي حد بيحبني بجد التليفون لو فصل عايزاكوا تروحوا على آخر فيديو تعملوا اكسبلور كتير، اكسبلور كتير على قد ما نقدر، على قد ما نقدر يا أسود. عايزين نوصل 2 مليون قبل ما يفصل. هطمنكم متقلقوش، أنا على الفجر، بعد الفجر إن شاء الله همشي يعني، وهرجع تاني بكرة الساعة 11 من 10 أو من 11 لحد إن شاء الله صلاة الفجر، الميعاد اللي الحراس قعدوا فيه، بس المكان لطيف، لطيف جدا يعني. ابعتلنا عن الجروب حتى اني كويس